أيتها الروح العائدة، أنا توت عنخ آمون، وهذا هو المتحف المصري الكبير. أشار الملك الشاب إلى تمثال ضخم. المتحف المصري الكبير GEEM سيكون أكبر متحف في العالم، مخصص لحضارة واحدة، وسيضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية، وهي معمارية حقيقية صممت لتروي قصة مصر إلى الأبد. وأضاف توت عنخ آمون بهدوء: أكثر من 5,000 قطعة من مجموعة الكاملة ستعرض هنا لأول مرة للعالم، وهذا المتحف يقع على بعد كيلومترين فقط من الأهرامات الخالدة التي بناها أجدادك العظماء. إنه مفتاحك إلى تراثك. لكن انتبهي يا ملاك، عظمة مصر ليست في كنوزها فقط، حضارتك علمت العالم. كان المصريون أول من اخترع الكتابة المنهجية، ومن أوائل من طوروا الجراحة المتقدمة، ووضعوا تقويماً سماوياً دقيقاً. تابع الملك: تذكروا أن أجدادكم كانوا رواداً في الهندسة المعمارية، لا أهرامات فحسب، بل الأقواس والمنحدرات ونظام الري المعقد. كانوا علماء فلك،